سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي محير بزاف منا، اللي هو تساقط الشعر. شحال من وحده فينا جربت منتجات غاليه وما عطاتهاش حتى نتيجه. اليوم غادي نرجعوا للطبيعه، لواحد الكنز عندنا في دارنا ديما كنلوحوه، اللي هو نواه التمر. وبزاف منكم كيتسائلوا واش بصح نواه التمر كينبت الشعر؟ والجواب هو نعم، وبغيت نشارك معكم الوصفه اللي غتغير لكم شعركم، ونشرحوا علاش اصلا الشعر كيطيح لينا من المنظور العلمي. قبل ما ندوزو للوصفه خاصنا نفهموا باللي الشعر هو مرايه ديال الصحه ديال الجسم ديالنا، وملي كيطيح راه كيعطينا اشاره باللي كاينه شي حاجه داخليه. واول حاجه نقص الفيتامينات والمعادن، فقر الدم ونقص فيتامين بي 12 وفيتامين دي هما الاساس. بلا بيهم البصيله كتجوع وما كتقدرش تنتج شعره قويه. تاني حاجه خمول في الغده، هذه نقطة بزاف ديال الناس كينساوها. الغدة الدرقية بحال الموتور ديال الجسم ديالنا، وداك الحرق اللي كيدير الجسم كينقص بزاف. وباش الجسم يحافظ على الطاقة ديالو الاعضاء اللي مهمة بزاف، كيخلي الشعر اللي كيعتبره ثانوي يطيح. داكشي علاش الا كان عندك تساقط مفاجئ ومستمر، ضروري ديري تحاليل الغدة الدرقية باش تأكدي باللي كلشي هو هذاك. وثالث حاجة التوتر، كيأثر بشكل مباشر على تدفق الدم اللي كيوصل لفروة الشعر. ورابع حاجة استعمال الحرارة والصبايغ والمواد الكيماوية كيضعفوا الشعر من الجذر. ودابا ندوزو للوصفة اللي غادي تنقذ لك شعرك. اول مكون نواة التمر، يكون مغسول ومحمر في مقله حتى يولي لونه غامق. وعلاش نواة التمر؟ نواة التمر غني بمضادات الاكسده وبالاحماض الدهنيه، مفيده بزاف. ملي كنحمروها كنخرجوا منها زيوت طبيعيه كتنشط فروه الراس وكتساعد في زياده انتاج الكولاجين، الشيء اللي كيخلي البصيله تشد في بلاصتها وتكبر الشعره بقوه. نطحنوا نواة التمر حتى تولي بودرة رقيقة ونغربلوها مزيان. والمكون الثاني زيت الخروع أو زيت الزيتون اللي متوفر عندك. نخلطوا نصف كأس زيت الأرغان أو زيت الزيتون وملعقة كبيرة ديال بودرة نواة التمر. سر النجاح، ديروا هاد الخلطة في قرعة الزاج لونها غامق وخليوه يرتاح في بلاصة مظلمة لمدة سيمانة باش الزيت يمتص على الفوائد. وملي توجد شدي هاد الزيت ديرها في فروة الراس ديالك ودلكيها مزيان باش تحرك الدورة الدموية وتستافد فروة الراس. ومن بعد غطي شعرك ببوني بلاستيك باش الزيت يرجع فيه الصهد ويخدم مزيان. وخليه ساعة واحدة فقط، ما تفوتيهاش. ومن تدوز ساعة غسلي شعرك مزيان بالشامبو ديالك. باش تعطيك هاد الوصفة نتيجة زوينة ديريها 2 مرات في السيمانة. وفي الاخير باش يبقى شعرك رطب مزيان، دهني الاطراف ديالو بشويه ديال السيروم ولا زيت خفيف وهو باقي فاسك. وحاولي تجنبي الششوار سخون بزاف والشعر باقي فاسك. البنات الوصفه زوينه ولكن خاصه الاستمراريه، والنتيجه ما غتبانش في نهار، والصبر هو المفتاح. وبغيت نقول لكم الا كان التساقط مبالغ فيه ضروري ديروا تحاليل ديال الحديد والفيتامينات باش تعرفوا واش عندكم شي نقص هو اللي مأثر على صحه شعركم. وإلا جربتوا الوصفه رجعوا لهذا الفيديو كتبوا لي في التعليق اشنو بان لكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم وبارطاج مع صحاباتكم. طلعوا ليا فراسكم وبزاف شعركم. تلاقاو في الفيديو الجاي.